فوز الاهلي النهارده 1-0 على المصري بهدف الهداف الحقيقي اللي وصل مصر الفدائي وسام ابو علي. يا جماعه وسام ابو علي لو كان موجود تقريبا من اول الدوري كان زمانه دخل نادي ال100 من بدري. يعني بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليك يا ابني، انت فعلا ملك ال18، ملك جوه الصندوق. اي كوره تجيله لازم يترجمها هدف. فعلا النهارده شفنا جول جميل جدا جدا جدا، كنا مفتقدين هداف بالمواصفات الجميله دي. شكرا وسام ابو علي. هدف النهارده، فوز النهارده خلانا نبقى المركز الاول في الدوري، ولسه لينا 3 ماتشات مؤجلات بعد التعادل بيراميدز مع الزمالك النهارده تعادل مع بيراميدز. نشكر نادي الزمالك جدا 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 النهارده، مش عارفين والله نقول له ايه. يعني انتوا فعلا عايزين نقول لكم شكرا لحسن تعاونكم معنا الموسم ده. الزمالك السنه دي يا جماعه هيتعاون مع الاهلي احسن معاونه علشان نقدر ان احنا نكسب الدوري السنه دي. احنا لو ما كسبناش الدوري السنه دي الزمالكاويه هم يزعلوا اكتر مننا. الناس دي ضحوا يا جماعه عشاننا كتير. اولا انسحبوا قصادنا من الماتش وخلونا نريح اسبوع كامل ناخد فيه قسط من الراحه، ناخد فيه راحه للعيبه بتاعتنا، تاخد فيها نفسها، ناخد اجازات، نعمل استشفاء. رجعنا بعد الاسبوع ده بسم الله ما شاء الله اللعيبه رجعت فايقه اكتر من الاول. زائد ان هم جم النهارده كمان يتعادلوا مع بيراميدز وخلوهم يتاخروا عننا في الترتيب الدوري. بقينا احنا خلاص كده المركز الاول بفارق المواجهات المباشره طبعا، ولسه طبعا لينا 3 ماتشات يعني نتعادل منهم ماتش يبقى فرق نقطه. فالحمد لله وان شاء الله الدوري اهلاوي. وشكرا نادي الزمالك مره ثانيه.